لغة سرية انتشرت في شوارع مصر، بيستخدمها الشباب في المناطق الشعبية لو عايزين يقولوا حاجة ومش عايزين حد يفهمها، وكتير من الفنانين المصريين استخدموها في أعمالهم. الشفرة السرية للشباب المصري الصوغة لمبة أو الصوغة ليمون. أيام الإنجليز انتشر المرشدين اللي اتكلم عنهم حمو بيكا، ففكروا الشباب يخترعوا لغة سهلة مشتقة من العامية المصرية عشان لما يتكلموا مع بعض محدش يفهمهم، فاخترعوا الصوغة لمبة اللي بدأت من الهرم والأماكن الشعبية وانتشرت بعد كده في مصر كلها. عشان تتكلم بالصوغة لمبة فالموضوع بسيط جدا، أي كلمة عايز تقولها بتشيل أول حرف منها وتحط مكانه سين، وتحط بعدها كلمة بتبدأ بالحرف الأساسي اللي شلته من الكلمة الأولى. مثلا بيقولوا صوغة ليمون سريبة غربان، يعني لغة غريبة، واستعملها أحمد مكي في أغنية وقفة ناصية زمان لما قال الصوغة ليمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات، لو في غريب ما بينا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات، ساسب حواجب سيبهم يتنيل زاجة حالات، يعني حاسب يفهم حاجة. وكمان استعملها أحمد حلمي في إعلان اتصالات.